السلام عليكم. ايه رأيكم نحول شوية الجمبري الخطير ده لصينية جمبري بالصوص الأحمر؟ هتاكلوا صوابعكم وراها. بصوا الصينية شكلها خطير. الجمبري، بصوا الجمبرية مستوية كويس مش مهرية، مطلعة كمية صوص وكمية شوربة تقدروا تاكلوها مع الرز، طعمها رهيب. الجمبري ليه طريقتين، في طريقة اللي هي الطاجن اللي بالوايت صوص أو اللي بالصوص الأبيض، وفي اللي بالصوص الأحمر. النهاردة هنجرب اللي بالصوص الأحمر وهقول لكم الطريقة بالتفصيل. هي طريقتها سهلة جدا وإن شاء الله هتعجبكم. يلا بينا بقى بسرعة ندخل على الطريقة. أول حاجة هنجيب حلة وهنحط فيها معلقتين كبار من الزيت، هنسخنهم كويس ونكون بقى محضرين الخضار اللي احنا هنستخدمه. أنا عندي هنا بصلتين كبار فرمتهم كده فرم، يعني مش ناعم قوي، فرم متوسط. وعندي برضو جزر مبشور وفلفل، اختاروا أي نوع فلفل انتوا بتحبوه، فلفل ألوان، أنا هنا استخدمت فلفل أحمر وأخضر، وطماطم. هنبتدي بقى نضيف البصل. هحط كده كمية البصل اللي عندي. انا مش عايزه احروق البصل، انا مش بعمل رز صياديه، لا انا عايزه اخلي البصل ياخد لون حلو. عشان كده انا عندي دايما بضيف على البصل كده لما بحطه رشه سكر. رشه السكر دي بتخليه كارمل كده ويبقى طعمه حلو من غير ما يتحرق. هنحط كده رشه السكر ونقلبهم مع بعض. تمام. وبعد كده بقى هننزل بالخضار. هننزل الاول بايه؟ هننزل الاول بالجزره المبشوره. انا هنا حطيت جزرايه مبشوره، حبايه فلفل اخضر وحبايه فلفل احمر. ما حطيتش الطماطم معاهم لان الطماطم هتنزل ميه شويه، وانا عايزه الخضار يتشوح شويه مع بعض. تمام. هقلبهم بقى كلهم مع بعض. يعني الموضوع مش هياخد وقت خالص، الطريقه دي سهله جدا. هقلبهم شويه كده دقيقه. تمام. وبعد كده هنزل الطماطم. دي حبايتين متوسطين من الطماطم، زي ما تحبوا، عايزين تقللوا عايزين تكتروا براحتكم، بس هي كل ما زادت فيها الطماطم كل ما كان احلى. هحط بقى هنا بهارات الكيجن، انا هكتب لكم البهارات دي في صندوق الوصف، المكونات بتاعتها ايه، بس هي حلوه قوي وهتغنيكوا عن اي حاجه تانية. حطوا بس معاها ملح وفلفل اسود وهتلاقوا طعمها خطير، صدقوني مع الجمبري بتطلع حلوه قوي. هحط بقى، انا بفرزن الصلصه بتاعتي كمكعبات كده في الفريزر، انتوا حطوا منها معلقتين كبار، احنا عايزين نخلي الطماطم بتاعتنا متسبكه وتقيله مركزه. هحط بقى الميه المغليه ولازم تكون مغليه. هسيبها بقى تتسبك على نار متوسطه على النار لحد ما تتسبك خالص والصوص بتاعنا يتقل. غطي عليها ونسيبها. هنجيب بقى الجمبري، طبعا نكون غسلينه كويس ونكون منضفين سلسله الظهر بتاعته. عايزين تفتحوه من ورا افتحوه، انا هنا ما فتحتوش، بس لازم تتفضل اللي هي السلسله بتاعت الظهر ديت علشان بتمرر الاكل. بصوا بقى، بصوا اتسبكت وبقت خطيره ازاي، بس في نفس الوقت لازم نسيب فيها كده شويه ميه علشان الصوص ما ينشفش مننا. هظبط بقى الملح بتاعي، انا دايما بحط الملح في الاخر. بصوا كده، يعني مش قادره اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي هنا. وبعد كده هحط الجمبري. واحنا بنتعامل مع الجمبري نتعامل معاه بالراحه، الجمبري كائن رقيق، يعني محتاج معامله كده خاصه عشان ما يتكسرش مننا ولا يتني ولا يتهري. تمام. هبتدي بقى اقلب، انا هنا مسرعه الصوره بس انا كنت بقلب بالراحه، لازم تقلبوا بالراحه علشان الجمبري ما يتكسرش منكم ولا يتعجن. الجمبري ما بياخدش وقت خالص في السوا، احنا يا دوب هنقفل عليه مثلا 5 دقايق على نار متوسطه يدخل في السوا، وبعد كده على طول هننقله في البايركس. هنجيب بقى البايركس وهنحط فيه كميه الجمبري اللي عندنا كلها. بصوا هو خلاص اهو لونه قلب اورنج، بس هو لو انتوا دقتوه هنا هتلاقوه لسه بيعض لسه بيقرش. ليه؟ انا حطيته في الفرن ما كملتش سوا على النار عشان انا عايزاه ياخد من طعم وريحه الفرن. لو عندكم فخار مش صينيه بايركس هيكون احسن طبعا، بس انا الكميه اللي عندي كانت كبيره على الفخار اللي عندي. هنا انا حطيت الكميه كلها. هحط بقى ميه مغليه، ولازم تكون طبعا مغليه. الفكره هنا ان الجمبري بتاعي ما ينشفش، انتوا لازم هتلاقوني دلوقتي بعمل حركه ان انا بنزل الجمبري كله تحت الميه، بقلب كده كله مع بعضه وبنزل الجمبري كده تحت الميه. لازم الجمبري يكون متغطي تماما بالميه عشان ما ينشفش مننا ولا يتحرق ولا اي حاجه، يبقى واخد من طعم الفرن واخد من التشويحه بتاعه الشوايه وفي نفس الوقت ما ينشفش. هنعمل بقى تقليه كده، هي مش تقليه يعني، هي زي طشه كده هتتحط على الوش بتاع الجمبري، هتنقله نقله تانية. تعالوا نشوف الطريقه بتاعتها. هنجيب طاسه وهنحط فيها مكعب كبير من الزبده،
وعليها كمان شويه من الزيت عشان الزبده ما تتحرقش. احنا هنا شغالين على نار هاديه خالص، انا مش عايزه اشوح ولا عايزه احمر اي حاجه. هحط معلقه كبيره من الثوم المفروم. الثوم المفروم هنا انا عايزاه ما ياخدش لون، حتى انا عايزه ريحته بس اللي تطلع. بصوا حتى انا شغاله على نار هاديه خالص، الزبده نفسها لسه ما ساحتش كلها يعني. بصوا هنا التوم اهوت، انا دايما بفرزن كميه كبيره من التوم وبحطها في الفريزر، بتفضل قاعده معاكي ممكن سنه مثلا تفضل قاعده معاكي، بتريحني جدا. وبعد كده هحط معاهم فلفل احمر حلو او بابريكا، هحط كده معلقه كبيره. الخطوه دي في ناس بتفرم شبت وبتحط شبت برضو مع الطشه دي، حطوها، انا ما كانش متوفر عندي بس هو برضو بيبقى طعمه حلو قوي. هفضل كده اقلب فيها شويه لحد اما التوم ريحته تطلع ويدخل كده مع البابريكا ومع الزبده. الطشه دي بتديله طعم حلو قوي. بس خلاص من غير ما ياخد لون ولا اي حاجه، نرجع بقى للصينيه. هنحط بقى التقليه او الطشه دي على وش الطاجن بس، مش هنقلبهم مع بعض، لا هنحطه كده بس على الوش. هيدي ريحه يا جماعه رهيبه، وهيدي طعم رهيب اكتر بكتير من لما تقلبوه فيه، عشان هو هيتقرمش وهياخد التفاعل بتاع النار في الفرن. دخلناه هنا في فرن سخن على درجة حرارة 180، اخد 10 دقايق. بعد كده افتحوا عليه الشواية 5 دقايق. لو الفرن بتاعكم عالي شوية دخلوه 5 دقايق و5 دقايق بس. بصوا بقى نحط عليه شوية كزبرة كده او بقدونس زي ما تحبوا، عندكم شرايح ليمون تقدروا تزينوه بيها. بجد طريقته سهلة جدا، مش هياخد وقت وطعمه خطير. بصوا الحلاوة بقى. بصوا الطشة اللي احنا عملناها من فوق اتقرمشت كده وادت طعم خطير. شوفوا بقى كمية الشوربة اللي نزلت من الجمبري، والجمبرية نفسها شوفوا لفة على نفسها ازاي من غير ما تتهري. تعرفي الجمبري مستوي صح لو القشرة بتاعته مش لازقة في اللحم، يبقى هو كده مستوي تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكوا على خير.